بسبب القرعه والكاس. هاد الجوج غادي يجيبوا الكاو وغادي تكتشف واحده من اخطر القضايا، ماشي جريمه قتل ولا اختطاف، ولكن القضيه وما فيها ناس سنين وما تياكلوا لحم الحمير عند موالين الشوايه وصحاب الصوصيط. القضيه ديال اليوم تشدوا فيها 10 ديال الناس ومنهم ريوس كبار. شنو هي قضيتهم؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في الفيديو ديال اليوم. واحد السيد سميتو جلال عايش في الدوار في النواحي ديال مراكش مع عائلته اللي كانوا من الطبقه الكادحه. هاد جلال من مواليد 1958. باه سمح فيه هو وخوتو بجوج ومشى للشمال باش يحرق، ومن تما تقطعت خبارو في مره، ما عرفوا قطع البحر ونساهم ولا غرق ومات وخلاهم، وبقى جلال هو وخوتو بجوج مع امهم اللي دارت اكثر من جهده باش توفر لهم لقمه العيش. ديك الوقت كانوا وليدات الدوار كاملين كيمشيو للجامع. جلال وخوتو كانوا محرومين من القرايه حيت امهم بوبريه بزاف باش كانت كتقدر تجيب لهم طرف الخبز وما كان عندها جهد باش انها تقريهم. المهم جلال غير دار 7 سنين وهو يجي عندهم عمو اللي كان قزار. كان عمو معروف في السواق الاسبوعيه، قال لي يلاه تولي تمشي معايا السواق وبقى تسخر ليا وتعلم الحرفه باش تعاون امك على الزمان. وفعلا جلال داكشي اللي دار، دوز سنوات مع عمو حتى ولا حريفي تكزارت، وهو مازال يلاه عنده 18 عام، ولا كيطير في الذبيحه والسليخ بحال شي واحد دوز 28 عام ديال الحرفه. عمو غير شاف هاد الجهد والقفوزيه عجبوه الحال وخلاه منه لكل شيء، اما الخلاص كان كيعطيه 2 دريال، وبعض المرات حتى ديك 2 دريال ما تيعطيهاش ليه وكيبقى عليه بالسوق عيان، وبزاف ديال الكليان كيعطلوا عليه الخلاص. وجلال مع قافز كيلاحظ ان عمو كيتخلص وكيكذب عليه، يعني بالعربيه التعرابت كيستغلو. وخا هكاك بقى جلال كيدير عين ميكا، وغير شاف عمو باقي يزيد فيه بالكذوب والدوران في الهضره هو يولي يدير شرع يديه وياخذ فلوس المدخول بلا خبار عمو. وبما ان عمو كيحسب الدرهم على خوه دغيا عاقبيه. واحد النهار بقى حاضي حتى شافو كيسرقوا وهو يتهجم عليه وبقى عليا كالشفاري كنكار الخير، انا مخدمك وانت كتسرق فيا عين بين. هو يجاوبو جلال قال لي ما كاينش شي شفار قدك، انا خديت غير رزقي. المهم جلال وعمو نوضوا صباط ديال بصح وفكوهم غير الناس. هو يقول لي جلال ياك ما انا صحاب لك واقف على دوك 2 ريالات ديالك غادي نخدم مع ما احسن منك. هو يقول لي عمو الا قبل عليك شي كزار من بعد ما نقول لهم باللي انت شفار ما نتسماش انا كبور. وداكشي اللي دار ناض كبور ما خلى لمن قالها. واللي مشى عنده جلال باش يخدمو كيقول ليه لا لا وليدي ما خاصنا حتى شي خدام دابا غير الله يعاونك. هنا جلال ولا لا خدمه لا ردمه، قليل فين كيعيط ليه شي واحد الا بغاه يعاونو مره في الذبيحه وكيخلصوا. جلال بقى لاش ما يدار كان كيمشي لواحد البلاصه اللي فيها تعرف على شي دراري ولاو صحابو وكانوا كيعطيو يشرب معاهم ويكمي معاهم مره وما كاين غير الشراب والسهر حتى يطلع الفجر وكل شيء على حسابهم. هنا جلال خرج من الملال وعاجبو الحال، ولكن من بعد ولا الا بغى يشرب ولا يكمي كيقولوا لي صحابو وحط الباي ديالك حتى انت ولا انت بغيتي كلشي فابور ديما. جلال هنا كان خدام باش يعيش ولا دابا خدام باش يوفر البليه. واحد الليله كان جلال مع صاحبو احمد عاطينها للكاس، حتى قال احمد لجلال اش بان لك نديرو انا وك شي بيعه وشريه. قال لي جلال مشروع واش هادي حال ديال واحد عنده باش يدير مشروع؟ فين هو هاد راس المال باش غادي نديرو شي مشروع؟ قال لي احمد راه محتاجين لنا مشروع لا استحمص، انا راني خدام مع واحد السيد عنده الشوايه ديال الكفته في الاسواق الاسبوعيه وهاد الخدمه راه فيها رزقه خاص غير اللي يتحرك. اجي نتعاونوا نديرو كروسه ونديرو حتى حنا بحالو نشويو الكفته ونبيعوها وفاش تسالي السيمانه نقسموها. قال لي جلال راك باقي ما قلتي والو. هو يقول لي احمد انت غير دبر على كروسه ونشرح لك كل شيء. ويقول لي جواد خويا كانت عنده واحد الكروسه وراه حاطها في الدار ودابا راه ما خدام بها حد، غدا نجيبها ولكن باش غادي نشريو باش نعمروها. هو يقول لي احمد الدواور فيهم بزاف ديال الحمير راه سارحين نسرقوهم نذبحوهم ونشويوهم حتى واحد ما غادي يدي ما يجيب. وكاين اللي غادي يعاوننا. كنعرف 3 الدراري فراقشيه هذه هي خدمتهم نيت. وجلال كان باغي غير فلوس البليه ما كيهمو لا حلال ولا حرام. في البلاصه قال لي مشات وفعلا تلاقاو وتفاهموا على كل واحد وشنو المهمه ديالو. واحد خدمته يسرق الحمير، اما الثاني ما خلى ليه ما يقول كيجيب اللحم ديال الجيفه حاشاكم اللي عاد ماتت قبل ما دير الريحه، والا كاع دار المزيان كيجيب اللحم ديال شي ذبيحه قريبه تموت. المهم داروا كروسه وبداو الخدمه في الاسواق وخدموا معاهم شحال من واحد ولاو معروفين حيت اللي دوزوا في الاسواق ماشي عام ولا عامين انما سنوات وما كاين بيناتهم لا ناهي لا منتهي وكل شيء كيشوف غير الفلوس وما كيهموش من الناس. لدرجه ان الطلب على اللحم ولا كثير حتى سمحوا في الشوايه ولاو خدامين غير يذبحوا ويعطيو لعباد الله، والناس كان عاجبهم الثمن الرخيص. وحتى من الجزاره شحال من واحد شرا من عندهم. دازت الوقت دارت الحركه هاد الدراري شراو واحد الطوموبيل باش يوليو يهزوا فيها لحم الحمير ويفرقوه على الجزاره
وفاش كيساليو الذبيحه والتفراق كيديو دوك البقايا ديال الحمير حاشاكم يلوحوهم في الخلا. كانوا هاد الدراري تقريبا شي 8 بلا الباترون ديالهم جلال واحمد. واحد النهار في راس العام غادي يكون جلال واحمد قاصدين مراكش على قبل انهم يوصلوا بزاف ديال اللحم لواحد السيد طالب عليه، ومن هنا يدوزوا الليله ديال راس العام ويزهاو. غير وصلوا عند السيد لقاو الباب ديال المحل مسدود، تسناو تما حتى عياو ولكن باقي ما جا. هو يقول احمد الجلال واقيلا هذا مشى يزها مع راساتو وحنا هنا كنتسناو فيه، يلا حتى حنا نمشيو نشطو نزهاو حتى يرجع ونجيو حنا نعطيو سلعتو ونمشيو في حالاتنا. وفعلا داكشي اللي داروا، مشاو عطاوه الشراب حتى تقلوا مزيان. وصلت ديك 12 ولا الوحده ديال الليل عاد قالوا راه نمشيو ندو السيد سلعتو. وراكم عارفين مع راس العام كتكون قضيه شابكه مخزن، وهما في الطريق حتى كيوقفوهم البوليس قالوا لجلال عطينا ورقه السياره ديالك، عطاهم الوراق وسولوا شنو كدير. قال لهم حنا كزاره وجايبين شي سلعه المولاعه. هو يقول لهم البوليسي فتحوا الباب وداكشي اللي داروا مع طل البوليسي مع ضربت واحد الريحه بحال الجيفه حاشاكم. البوليس يدخل الطوموبيل يشوف منين جايه هاد الريحه حتى كيلقى واحد الخنشه في القنج مع حلها مع تصدم بداك المنظر عامره بالريوس ديال الحمير والجلود ديالهم. ويقول لهم البوليس ديال تكزاش فاش خدامين وهذه هي السلعه اللي جايبين. واقيلا لا نسيتو ما لحتو هاد الخنشه. مع البوليس يهز الراديو مع بقاو كيطالبوه ويرغبوه وقالوا لي عافاك غير سترنا وطلب ما تسال. البوليس دار فيهم وخرج عينيه وقال لهم باقي زايدين حتى بالرشوه، انا اليوم غادي نديكم فين ترباو. البوليس دغيا علم السلطات وجاو في البلاصه داوهم الكوميساريه. في الكوميساريه قالوا لهم البوليس اللي نطولوا نقصروا، ما عندكم لا ما تنكروا لا ما تخبيو، هي غير كلمه واحده، قولوا لي شكون خدام معاكم وعطيونا سمياتهم كاملين وقولوا لنا البلاصه فين كتذبحوا هاد الويل. احمد وجلال قالوا البوليس البلاصه اللي تيخدموا فيها وكل شيء والسميات ديال الدراري اللي خدامين معاهم. ناضوا البوليس قصدوهم في البلاصه وجمعوا حب وتبن. المهم من بعد التحقيق والمحكمه تحكم على جلال ب6 سنين وغرامه ديال 2000 درهم، واحمد حتى هو عطاو 6 سنين و2000 درهم غرامه، واللي خدموا معاهم كله بشحال تحكم عليه. كاين اللي 3 شهور كاين اللي عام. خوتي العبره من طريق الحرام، لا رباح منها يدوم ولا سلام، وخا يجي الرزق كيف الشتا من الغمام. والله رزقنا حلال ويبعد علينا الحرام. تهلاو اخوتي.